ازاي اقدر ان انا اقيم احلامي؟ زي مثلا انا حلم القراءه وعاوز اقرا لاول مره في حياتي، لسه في بدايه الطريق يعني، فاقول لنفسي انا عاوز اقرا عشان اكون انسان مثقف مطلع دايما للتعلم. ومن حيث الرغبه دي بقى ان عاوز اقرا عشان كده ابتدي اشوف انا هعمل ايه وابني اهدافي. طيب ابنيها ازاي؟ ابني اهدافي من حيث ترتيب الاولويات اللي انا عاوزها. انت دلوقتي عاوز تقرا، طيب تقرا ايه؟ ما في كتب كتير وعلوم مختلفه كتير جدا، بس مثلا انا عاوز اقرا عن تطوير الذات، فانا كده حددت التخصص اللي انا عاوز اقرا فيه، وبعد كده هبتدي اشوف افضل الكتب اللي بتتكلم عن تطوير الذات وابتدي ان انا اقرا. فلما انت حددت انت عاوز تعمل ايه هتستمر في الحاجه دي، لانك مش بتقرا وخلاص، لا انت بتقرا في المجال اللي انت عاوزه وحبه. وقيس على كده اي حاجه انت عاوز تتعلمها، مش شرط القراءه بس. ومن هنا شفت اهدافك ووضعت الخطه المناسبه عشان تمشي عليها، ومن هنا يبتدي تنفيذ حلم انت كنت عاوز تحققه. وكونك انك مش عارف تحط خطه مناسبه للحلم بتاعك، ده هيخليك انك ما تعرفش تنفذ الحلم ده. وبس كده، ده كان تلخيص النهارده من كتاب الوصيه. انا حسن رضا، لو انت عاوز تشوفني تاني في تلخيص جديد اعمل لي لايك وفولو. مع السلامه.